لو بتفكر تشتري عقار في دبي فانت اكيد سمعت عن حساب الضمان، ويمكن عرفت ان هو عبارة عن حساب حكومي باسم المشروع. انت كمستثمر بتودع فيه كل دفعاتك واقساطك، وبيجي دور الدولة ان هي بتشرف على تنفيذ المشروع، بحيث بتدفع للمطور فقط بناء على مراحل الانجاز، والمطور ما بيستلمش ارباحه الا لما يسلمك المشروع. السؤال الاهم بالنسبة لي هنا هو ايه اللي حصل في دبي يخلي الحكومة تطبق نظام حساب الضمان على المطورين عشان تطمنك وانت بتشتري عقار في دبي. القصة بتبدأ في سنة 2008 لما حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنا كنت موجود في دبي في الوقت ده، وبصراحة السوق في دبي ما كانش منظم بشكل كبير زي دلوقتي، سواء من ناحية المطورين أو من ناحية المستثمرين. فمثلا هنلاقي في الوقت ده إن كان المطور يقدر يطرح مشروع بدون ما يكون عنده اشتراطات كتيرة، قطعة الأرض مش بتاعته واخدها حتى من خلال تمويل بنكي، حتى مصاريف الإنشاء بتاع المشروع يقدر ياخد بيها قرض بنكي، لدرجة إن هو كان ممكن ياخد فلوس المستثمرين اللي اشتروا معاه في المشروع ده ويتصرف الفلوس دي بحرية مطلقة، سواء يشتري قطعة أرض جديدة يبني بيها أو يسلم بيها مشروع متأخر فيه. لو اتكلمنا من ناحية المستثمرين برضو كانت أمور متلخبطة شوية، هنلاقي مثلا إنك تقدر تشتري عقار في الوقت ده تحت الإنشاء من خلال تمويل بنكي. كمان دخل مجموعة من المستثمرين السوق ما كانش لازم يدخلوا، بس عشان كان في الوقت ده تقدر تعمل إعادة بيع مباشر مجرد ما تدفع دفعة التعاقد، ففي شريحة كبيرة من المستثمرين دخلوا ما كانش لازم يدخلوا. ومع كل اللخبطة في السوق دي وأزمة اقتصادية عالمية، انتوا عارفين بقية القصة وعارفين ايه اللي حصل. ولكن دبي تعافت بسرعة وتدخلت بشكل سريع وأنشأت مجموعة من القوانين، وأهمها قانون حساب الضمان، وكذلك حطوا اشتراطات كتيرة على أي مطور حابب يطرح مشروع جديد عشان يضمنوا ان هو هيكون ملتزم. وكذلك بالنسبة للمستثمرين غيروا نظام إعادة البيع، رفعوا نسبة التمويل، العميل لازم يكون مسدد 50% من العقارات تحت الإنشاء عشان يمول، وغيرها من القوانين. كل ده وصلنا لسوق مستقر بقاله أكتر من 12 سنة، ودبي بقت الواجهة الأولى للاستثمار العقاري في المنطقة. ولو أنت مستثمر بره دبي وعندك لسه بعض التخوفات أو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن قوانين التملك في دبي، كلمني وأنا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل.